ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد. النهارده هنتكلم عليه فيلم بنك الحظ. هو افضل فيلم كوميدي في اخر 20 سنه. الفيلم بيبدا بشخص اسمه صالح شغال في بنك، ومن اول تعامل ليه مع العمله بنفهم انه ما ينفعش خالص يشتغل في بنك. طريقته غريبه وردوده اغرب ومالوش في الشغلانه دي باي شكل. وفي المشهد اللي بعده بننتقل لعمرو وهو قاعد في العربيه مع مامته وباباه. بنعرف ان امه مدلعاه جدا لانه ابنها الوحيد، هو عايزه يعتمد على نفسه عينه يشتغل في بنك صح. وهنا نعرف ان اهله مسافرين اسبوعين المانيا، وده بيفتح الباب لحاجات كتير هتحصل. وبنكتشف كمان ان عمرو وصالح صحاب جدا وبيجتمعوا فوق السطح مع عم مجداف علشان يشربوا زبادي فواكه. بعد ما بيشربوا بيرجعوا الشغل، لكن واضح عليهم انهم مش في وعيهم، بيضحكوا على اي حاجه يقولها العميل وتصرفاتهم مش طبيعيه. وفي وسط كل دوت جرس الحريق بيرن. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان عمرو نشر البنطلون بتاعه في الدفايه، ان الاثنين دول مش بتوع شغل خالص. وفعلا المدير بيعاقب صالح، لكن ما يقدرش يعمل حاجه لعمرو لان ابو عمرو شريك في البنك. وبيجي الكادر اللي بعده لصالح وزيرو هم في السايبر، ونعرف ان زيرو بيبيع زبادي فواكه في السايبر من غير علم عمرو. بنكتشف ان صالح بيخسر 3000 جنيه كل شهر من ورا عمرو برضه. والله يا عمرو ده صعبان عليا. صالح وعمرو بيرجعوا الشغل، لكن المدير بيستدعيهم بعد ما شاف في الكاميرات انهم نايموا الاربع فرق بتوع عربيه المدير على الارض. صالح بيتفصل وعمرو كالعاده محدش بيعرف يقول له حاجه. وبعديها صالح بيضرب المدير، بيطلع على مكتب رئيس البنك علشان يشتكي له بس مش بيلاقيه، فبيستناه. واول ما بيسمع صوت المدير اللي طرده ورئيس البنك جايين بيروح يستخبى، وبيسمع حاجه تقلب الدنيا. السيستم هيقع لمده ساعتين كمان 9 ايام. ده معناه ان اي حد ممكن يسرق البنك بسهوله. وهنا صالح بيجمع عمرو وزيرو في بيته وبيقول لهم على الخطه. وبعديها بيجي المشهد الايقوني لام صالح وزيرو. عايز تولعني؟ انت فاكرها لكم البيت؟ ليه عليا عزم؟ عايز تضرب لكم البيت؟ ليه عليا عزم؟ عايز تضرب؟ انت المشهد ده حرفيا ممكن يموتك ضحك باقي الفيلم. وبعديها بيخش الاوضه وصالح بيعرض الفكره. زيرو كالعاده بيوافق حتى قبل ما يسال، لكن عمرو بيرفض. بس لما زيرو بيهدده بيوافق. معانا ولا تونس مغاوري؟ بعدها بيروح على بيت عمرو يخططه وبياخدوا عربيه ابوه بالعافيه بعد ما كان رافض. وهنا بنلاحظ ان عمرو ملوش اي راي وسهل جدا يضحكوا عليه بكلمتين. بعد كده الثلاثه بيروحوا بالعربيه عشان يجيبوا السلاح. لحد دلوقتي كل حاجه ماشيه تمام. فصالح بيمسك السلاح منه وبيوريه ازاي يرفع زر الامان. لما بيرفعه السلاح بيلوش فيهم كلهم ما عدا واحد. المشهد ده صادم جدا، بيحصل في اقل من ثانيه، مش متوقع خالص. وتعبيرات وشهم بعد الضرب بتموت ضحك، خصوصا صالح وزيرو تحسسك انك اتصدمت معاهم، مش انت بس اللي اتصدمت، تحس ان الممثلين كلهم اتصدموا معاهم. بعد كده صالح وزيرو بيجروا على عمرو، والمخرج هنا عبقري جاب المشهد من زاويه العربيه بسلو موشن علشان يورينا وشوشهم وهم جايين على عمرو. فبيروحوا عند تاجر تاني صاحب عمرو يجيبوا منه السلاح، لكن لما يجوا يدوا له الفلوس مش بيلاقوها. فبيبصوا بيلاقوا زيرو بينقط بيها، فبياخدوا منه الفلوس وبياخدوا السلاح، والتاجر بيديهم برشام. وفي الكادر اللي بعده بنشوفهم في فيلة عمرو سكرانين وبيرقصوا مع الكاميرا مان. بعدها بيجي مشهد لعمرو تقريبا بعد ما فاق بيضرب نار على زيرو وبيطرده من بس زيرو بيرد عليه هو كمان بالضرب. والمشهد بينتهي بان عمرو بيدخل في غيبوبه، ولما بيفوق بنكتشف ان صباعه اتقطع. انا مش عارف ازاي تخطوا كل اللي حصل ده وكملوا عادي. صباعه اتقطع وصالح قتل 5 اشخاص، يعني هل ده طبيعي؟ والمضحك انهم جابوا طريقه عمل الكنابل من اللي فعلا بيبداوا يصنعوها بنفسهم وبيروحوا يجربوها في مكان فاضي بعيد عن الناس. بس طبعا مفيش حاجه بتمشي معاهم. لما القنبله بتنفجر بنكتشف ان في بنزين كان مدلوع على الارض من زئرو ووصل لحد العربيه، فالعربيه بتنفجر ل 100 حته. المهم بعد كل ده بيبداوا يفرزوا الخطه وبيجيبوا الماسكات، بس مش ماسكات عاديه، دي ماسكات حيوانات حرفيا. فبيخشوا البنك وبيثبتوا كل اللي جواه وبياخدوا تليفوناتهم، بس بيشدوا مع بتاع الامن عم مقداف، فبيتعبهم شويه لحد لما بيربطوه. بعد كده بيقعدوا الثلاثه مع بعض يفكروا هيعملوا ايه، لكن وهم بيتخانقوا بتدخل العصابه التانية خالص عشان تسرق البنك. العصابه دي فيها شوكت ومنير ابنه. العصابه دي بقى بتقرر انهم هياخدوا المبلغ الكبير وبيسيبوا لهم شويه الفجر، لكن زيرو بيرفض تماما وبيقول لهم احنا اللي هناخد النسبه الاكبر. المهم ان دي كانت رد فعل منير. والتلاتة بيقرروا انهم مش موافقين، تاخدهم وتطلعهم مع الرهائن. وهنا ام صالح تبقى موجوده وبتعرف انه جاي يسرق البنك وبتبدا تأنبه هي ومدير البنك. ولما يجوا يأنبوا عمرو بيكتشف انه مش تمامهم اصلا لانه اتطرش من صوت القنبله. فام صالح بتقف قدامه وبتقول له العيب مش عليك، العيب على ابن الكلب اللي جنبك ده. وتقوم ماسكه زئرو هاريه فيه اقلام حرفيا. حاجه خالص عليك، العيب عليك يا حاجه الله في حاجه. ويجي بعد كده البوليس، فالعصابه بتهددهم بالرهاين. هنا صالح بيعمل خطه عبقريه، بيستدرج واحد من العصابه ويضربه وياخد لبسه. فصالح بينزل تحت ويلبس لبس العصابه ويحاول يقول لامه ان هو، بس امه مش فاهمه حاجه. فمنير بياخد باله انه صالح ويمسكه بكل سهوله وبيقول ان هو هيموت. لكن فجاه زيرو ومقداف وعمرو بيهجموا على العصابه علشان ينقذوا صالح وحتى في مشهد الاكشن بيضحكوه. شوف بس كده عمرو بيعمل ايه، مش طبيعي حرفيا. وصالح بيثبت منير وبيقول لسامي يخلي باله من امه،
لكن بنتفاجئ ان سامي تابع العصابه وبيوجه السلاح على صالح وبيهدده انه يسيب منير والا هيخلص على امه. صالح بيوافق وبيسيب منير وبياخد امه والعصابه بتلم الفلوس. بعدها شوكت يؤمر عمرو يلم الفلوس علشان يمشوا، لكن عمرو بيفتكر ان في قنبله لسه موجوده وصالح بيحط لهم القنبله في شنطه الفلوس وبيمشوا بالعربيه. وهم في عربيه الاسعاف بيقرروا انهم هيفجروا القنبله، لكن المفاجاه ان زئرو مخلص الرصيد ومش هيعرفوا يفجروها، فبيضطروا انهم يرشوا على سواق الاسعاف بنج وبياخدوا منه تليفون وفعلا بيفجروا القنبله. ولما بيقفوا مع رئيس البنك قدام البوليس، رئيس البنك بيقرر ما يعترفش انهم كانوا جايين يسرقوا البنك وبيقول للحكومه انهم كانوا رهاين. بس كده ده كان فيلمنا، كده تكون خلصت الحكايه. وده يوصلنا لسؤال: ليه فيلم بنك الحظ هو افضل فيلم كوميدي في اخر 20 سنه؟ ببساطه لانهم عرفوا يوظفوا الكوميديا بذكاء، ما اعتمدوش على الافيهات الرزله والتقليديه، لكن ركزوا على المواقف واللي هي اصل الضحك الحقيقي. هي دي اصل الضحك الحقيقي. بالنسبه لي اكتر حاجه فرقت هي الاخراج. تحس ان طريقه التصوير والمونتاج كانت بتضحك اكتر من الموقف نفسه. وطبعا النجاح ما كانش هيحصل من غير الثلاثي العبقري محمد ممدوح ومحمد ثروت واكرم حسني. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش برضو تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه، ربنا ينصرهم يا رب. وقول رايك التحليل في الكومنتات. بس كده، السلام عليكم. عايز تولع لي الشقه ده من اللي بتنضف لكم البيت ليه يا عصر؟ عايز تضربني تضرب. انت عايز تضربني ليه يا عصر؟ عايز تضربني